بين الإعجاب والسيطرة، لغة الجسد تكشف الأسرار. ممكن نشوف نظرة عابرة، لكن الحقيقة أعمق. نظرة الرجل الأولى هي نظرة إعجاب بابتسامة خفيفة بعينيه. النظرة مع ابتسامة العين هي مؤشر اهتمام أولي. ما استخدم ابتسامة فموية كاملة، وهذا يعني أن الإعجاب كان مضبوط أو تحت السيطرة، وربما لتجنب الوضوح الزائد. أما ردة فعل المرأة، رفع الرأس ونظرة إليه مباشرة مع شهيق وزفير. هنا رفع الرأس هو إشارة تحدي أو رغبة بإظهار إنها لاحظت، والنظرة المباشرة رد واعتراف، لكنها اختبار المدى جديته. أما الشهيق والزفير فهو تنظيم ذاتي للجسد، بمعنى توتر مفاجئ، محاولة للسيطرة على مشاعرها أو انفعالها. بعدها قامت بحركة هو النظر لليمين، ثم عادت بالنظر إليه، وهي علامة تردد. ما رادت أن تثبت نظرها بشكل طويل حتى ما تكشف نفسها. أما الحركة الجسدية اللي قامت بها هو القيام من مكانها وإمساك عمود الحافلة. فالقيام هو انتقال من وضع الجلوس للوقوف، يعكس رغبة بتغيير الديناميكية وربما الهروب من الموقف أو إعادة ضبط المسافة. أما الإمساك بالعمود فهو يمثل لغة لا واعية، فالإمساك بشيء ثابت غالبا يعكس حاجة إلى أمان أو ثبات وسط توتر داخلي. رد فعل الرجل بهذه الحالة هو النظر إلى يدها اللي تمسك بالعمود، ثم نظر لها نظرة بحدية. فالنظر إلى إيدها هو تركيز على نقطة ضعف أو علامة جسدية. أما النظرة الحادة بعدها هو تحول من حالة الإعجاب إلى حزم وتأكيد الذات، وكأن أراد إيصال أنا لاحظت وفهمت الإشارة. فالتفاعل بدأ كإعجاب بسيط من الرجل، لكن هي ردت بإشارات مختلطة: اهتمام، بتردد، بضبط النفس، وانتقالها للوقوف والإمساك بالعمود كشف ارتباك داخلي، وانطى الرجل فرصة الملاحظة لغة جسدها بوضوح. تحول نظرة الرجل إلى حدة بالنهاية يوحي محاولة فرض هيبة أو إظهار سيطرة، بعد أن شعر بأنها تتلاعب بالمسافة أو تبعث إشارات غير واضحة. فالمرأة مترددة بين الفضول والانسحاب، والرجل انتقل من الإعجاب إلى فرض وجوده. فالموقف يظهر تفاعل غير لفظي معقد، لا هو جذب مباشر ولا رفض صريح، بل لعبة اختبار متبادلة.